عايزه بس اوضح حاجه. اللايف النهارده للاسف مش هيكون فيه وقت الاسئله بره الموضوع. اللايف هيكون بس عن النوم المتواصل او تنظيم النوم والفطام الليلي. لانه انا ملاحظه انه مؤخرا في امهات كتير قوي بتحتاج تفطم بدري عن الميعاد بتاعها. بيبقى البيبي لسه ما تمش السنتين والله، ولا حتى سنه ونص، وممكن مثلا يبقى لسه الولد سنه. وانا مش بحكم على حد، ده انتوا عارفين يعني كل ام ليها ظروفها والله يعينها. بس هي حبيبتي بتبقى السبب الاساسي اللي مسيطر عليها ومخليها عايزه تفطم، ان هي خلاص مش قادره من قله النوم. ومع التسنين والدروس والانياب بالذات، بيبقى الطفل بيصحى لها كل نص ساعه. ف... فلا هو بيستفيد ولا هي بتستفيد من النوم، واعصابها بتتعب، وعندها ولاد تانيين بتصحى بدري للمدارس، يعني مش هتستحمل. فاللي انا عايزه اقوله لك، لا انت مش مضطره ان انت تفطمي بدري سنه مثلا. السنه دي ممكن تكسب الطفل كتير قوي. السنه التانية من الرضاعه مهمه جدا زي السنه الاولى، مش زي الناس ما هي فاكره. انت يا حبيبتي طالما تعبانه افطمي بالليل. طيب هل الفطام الليلي ده موجود يعني نقدر نعمله ولا ده خيال علمي؟ لا ده مش خيال علمي خالص. انا بقولك انا ام ومجربه. لا يا حبيبتي ده مش خيال علمي. على فكره انا في بنتي الاولانيه كنت خايفه جدا اخد الخطوه دي. انا ما كنتش متخيله انها ممكن تنام من غير ما ترضع. طب هنايمها ازاي؟ يعني ما كنتش مصدقه من جوايا ان انا اما اطبطب عليها واقول لها هو هتنام. لغايه ما جه وقت فطامها عند السنتين. انا كنت بفطم تدريجي، وطبعا في الفطام التدريجي اخر خطوه بتبقى ان انا اشيل بالليل. يعني اغلب المتعارف عليه ان انا بفطم بالنهار 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 لغايه ما بيفضل لي رضعات بالليل، بقوم هوب. في ناس بتقدر تشيلها بالتدريج، في ناس لا بتقوم هوب شايلاها كلها مره واحده. فلما اتفطمت لقيتها بتنام عادي. طب ما انت تعرفي تنيمي نفسك، طب ما انت تعرفي تنيمي نفسك، كنت بتعملي فيا كل ده ليه؟ فبقيت مع بنتي التانية خلاص متفهمه ان هي تقدر تعمل ده لوحدها. والفطام الليلي ساعات بنربطه بتنظيم النوم او تدريب النوم، وساعات تاني لا. عشان برضو الالفاظ تبقى مفهومه اكتر. تدريب النوم معناها ان انا اعود الطفل، ده غير روتين النوم. روتين النوم يعني انا اعود الطفل على خطوات معينه كل يوم بالليل بتتعمل قبل النوم. اثبت ميعاد الصحيان وميعاد النوم، ومثلا يبقى معروف ان هو بيستحمى قبل ما ينام، او مثلا بنغني اغنيه معينه، او بندخل في مكان معين، بنشغل وايت نويز اللي هي الضوضاء البيضاء. روتين النوم ده انت تحاولي تعمليه يمكن من بعد اسبوعين 3 من بعد الولاده، اللي هو ان انت تربطي النوم بخطوات معينه بحيث هو من نفسه يشم ريحه اللوشن مثلا بتاع بالليل فيسترخي وهكذا. تدريب النوم. يعني ايه تدريب النوم؟ تدريب النوم اللي في ناس بتعمله اللي هو مثلا من السادس في ناس بتقرر ان لا انا ابني هينام بالليل من غير ما انا اقعد اهدي فيه. تدريب النوم ده ليه كذا مدرسة. في مدرسة اسمها فيربر، في مدرسة اسمها كرايت اوت ميثود، يعني في كذا مدرسة. خلاصة المدارس دي ان انا الطفل بيعيط وبنسكته لما يعيط. في يقول لك لا سيبه في الاوضه وتعالى له بعد شويه. انا ضد كل ده بصراحه، انا ما بقدرش. نسيبه بعد شويه مثلا، او لا طب اقعدي جنبه على السرير وهو مثلا في السرير التاني يعيط. انا مش ضد اي ام بتاخد اللي هي عايزاه، بس انا بحس ان تدريب النوم لما بيتعمل في السادس ما بيجيبش النتائج المرجوه قوي لكذا سبب. نمره واحد، تدريب النوم عشان يجيب نتيجه حلوه الاحسن يكون معاه فطام بالليل. لان هو انا ابني لو بيصحى مره برضعه وينام، والمره التانيه بقول له لا يا حبيبي انت المفروض تنيم نفسك، ما هو مش هيقتنع. هفهمها له ازاي؟ ما هو يا حبيبي هترضع بالليل عادي طول الليل، يا استنى يا حبيبي. لا خلاص مفيش رضاعة طول الليل، اللي في النص ده بيلخبط. نمرة اتنين، بتبقي عملتي تدريب النوم على الشهر السادس، وبعدين مع التسنين بيقلق كتير جدا، ومع طفرة النمو لغاية التاسع. انت عندك طفرة نمو أخيرة في التاسع بتعملك تذبذب، فبتحسي ان كل شوية تبتدي تعيدي تدريب النوم، نخرج من الإطار ونرجع لتدريب النوم تاني. طبعا لو انت قادرة تعمليه خلاص اعمليه، توكلي على الله. بس انا بتضايق من الطرق اللي فيها عياط كتير للطفل، صدقيني بيفرق معاهم مستقبلا. لو عياط كتير ويقولك لا ما تقلقيش اصله مش هيعيط اكتر من ربع ساعه، ربع ساعه وتلت ساعه صريخ، ده مش حلو. خصوصا لو بتسيبيله الاوضه ويطلع او تطلعي، بيتضايقوا وانتي بترجعي بعدين بعد سنه واتنين تحسي انه
لا، ده ما كانش احلى اختيار اعمله. برضو تاني انا بحكمش على اي ام، كل ام هي حرة في حياتها. اللي انا بتكلم عنه النهارده، الاقتراح اللي انا بقترحه عندكم النهارده وانا عادة بطبقه، مش عادة قوي عشان ما عنديش 20 عيل يعني، بس انا بعمله لما بقدر. هو ان انا اجي عند مثلا من 9 شهور لسنة، الاقي في بنتي علامات ان هي خلاص بتقدر تنيم نفسها، ان هي مستعدة، افطم بالليل بس، ونفضل نعيش حياتنا بالنهار اكل ورضاعة عادي. يبقى اللي انا هتكلم عنه دلوقتي هو فطام ليلي مع تدريب نوم، بحيث هي تتعلم تنام متواصل. ممكن يتطبق في بعض الاطفال عند ال9 شهور، وعند بعض الاطفال بيتطبق عند السنة. طيب امتى اقول ان ابني جاهز؟ نمرة واحد، يكون وزنه كويس، لان في اطفال معتمدة جدا على الرضاعة في ان وزنها يتظبط. انا لو سحبت رضعات بالليل اللي هي رضعات مهمة جدا، وزنها بيتأثر. نمرة اتنين، وزنها يكون متوسط، يعني في اعلى المتوسط. نمرة اتنين، ان تكون الرضاعة عندي كويسة، مش انا بجاهد عشان خاطر اجيب شوية لبن، وانا ابني بيرضع صناعي على طبيعي وخلاص بدأ يرفض الببرون، يرفض صدري وبياخد الببرونة بس، والولد مش قادر، وانا اجي اقول انا هفطم بالليل. ما هو يا حبيبتي بالليل ده هو اللي بيدير اللبن او بيديك اللبن بتاع كل الصبح. فانا لو فصلت عنه بالليل شكرا، مش هينفع. يبقى معلش عشان خاطري اصبري شوية، استني شوية. نمرة 3، ما تبقاش الفترة القاسية بتاعت التسنين عشان تجيبي نتائج سريعة وتخلصي. لا، الأمهات بتبقى عارفة إنه مثلا في طفل بدأ تسنينه من السادس، فعند العاشر والحداشر خلاص مش فاضله غير الأنياب والضروس، فبيبقى التسنين هادي شوية. في طفل تاني بيبتدي تسنينه متأخر، تحسي إن هو طلع أول سن عند الثامن أو التاسع أو ساعات عند السنة. ده لسه بيبتدي طقطقة السنان، ده لسه عنده مجهود كبير، فده اصبري عليه شوية. لما يبقى مثلا سنة وشهرين، سنة و3 شهور، يبقى هي بتختلف من أم للتانية. نمرة واحد، حسب وزن الطفل لازم يكون وزنه كويس. نمرة اتنين، لازم تكون الرضاعة الطبيعية ماشية كويس. نمرة تلاتة، ما اختارش وقت ابني تعبان فيه أو ابني مش مستعد أو ابني التسنين تعبه جدا جدا، لا استني الوقت تاني يكون مستعد أكتر. في أطفال اليومين دول بتصحى كتير قوي بسبب الكحة والبلغم اللي على صدرها من أدوار التعب والحساسية والجلسات، فهو كده كده بيقلق كتير وهيعيط كتير وهيرجع لك اللبن كتير. فاصبري لما الامور تستقر شويه. نمره 4، ان انت يكون عندك وقت، لان انت عشان تعودي على الفطام الليلي، الفطام الليلي محتاج صبر، قدرات، ان حد مثلا يبقى هيشيل معاكي الصبح، يبقى الوقت مناسب، انك مجهزه مثلا اكل عشان لو قمتي الصبح عايزه تكملي نوم، انه مثلا مش ده الوقت بتاع تطعيم السنه، يعني اما نهدى شويه. او على فكره ممكن تعمليه عند السنه ونص، ممكن تعمليه عند السنه و3 اشهر، مش لازم تكملي السنه التانيه من الرضاعه كلها يا عيني وانت طالع عينك ما بتناميش بالليل. طيب الفطام الليلي بيجيب نتائج بعد قد ايه؟ الفطام العادي لما انت بتفطمي، سواء فطمتي تدريجي او فطمتي لحظه واحده، ابنك بالليل بيتعود او بيستسلم لمبدأ انه مفيش رضاعة بعد تالت يوم غالبا. طبعا بتفرق، في اطفال ممكن تبقى اعنت شوية، او ام بتروح وتيجي مش واثقة قوي من قرارها، فالطفل ياخد له بتاع اسبوع. ده لو طفل انا بفطم مرة واحدة، الامهات اللي مرة واحدة بتقرر تفطم، او الامهات اللي بتفطم تدريجي وبتسيب اخر حاجة بالليل وتقوم فاطمة بالليل. فالتعود بتاع ان انا هنام من غير رضاعة ده بياخد له 3-4 ايام عياط لغايه ما تقتنع. الايام دي بتبقى اقل، يعني اول يوم بتصحى 5 مرات تعترض، تاني يوم بتصحى مرتين تعترض، وهكذا. انما الناس اللي بتعمل فطام ليلي، يعني ايه فطام ليلي؟ يعني انا بنتي بترضع طول النهار، انا مثلا عندي المبدأ ده ومطبقاه في حياتي، بنتي طول النهار بترضع مع الاكل عادي، انما بالليل يلا حبيبتي هش يلا ندخل ننام، ربنا يهديها يا رب، ساعات بترجع في كلامها بس ماشي، ربنا يبارك، خلاص هننام. ده بياخد له عشان الطفل يقتنع، بياخد له على الاقل اسبوعين. طبعا مش كل الاسبوعين عياط، يعني اول 4-5 ايام بيبقى قاسي على الطفل ان هو يقتنع. بعدين بعدها بيبتدي يهدى شويه، ساعات يفتكر بالليل ويقوم تطلب الاكل، ده بيحصل. فبيحتاج ام عندها صبر. بس انت هتتعبي اسبوعين او هتقلقي في النوم اسبوعين، ما انت كده كده ما بتقلقي مش عارفه تنامي، بس على الاقل بعدها هتعرفي تخبطي لك 5-6 ساعات ورا بعض. وفي حاجه كمان، هدوا توقعاتكم، اوعي تفتكري ان كلمه نوم متواصل، حتى على فكره لما الطفل بيتفطم تماما
اوعي تفتكري ان نوم متواصل يعني الطفل ينام الساعه 8 بالليل يصحى الساعه 7 الصبح ما قامش. مفيش حاجه اسمها نوم متواصل حتى للكبار. اي بني ادم طبيعي دوره النوم بتاعته بتصحى كل فتره. تعالي نقول كل ساعه الا ربع، كل ساعه ونص. بس احنا ككبار بنعمل ايه لما نقلق؟ بنبص كده ونتقلب الناحيه التانيه ونحط ايدينا كده وننام. هو ده اللي انا عايزه ابني يوصل له، ان هو لما يتقلب الناحيه التانيه ينام نفسه. ما تستنيش ماما بقى تيجي تنيمني او تقعد ترضعني كل 5 دقايق، لانه ماما دي خلاص بقى تعبت، خصوصا في الشتاء. فكره ان انت بتصحي ترضعي كل شويه بالليل في الشتاء لطفل فوق السنه، طب ليه يا حبيبتي؟ ما هو انت هيجيلك برد وهتقومي عيانه ومضطره تشيليه هو وتستحمليه. الفوائد كمان اللي هتعود على الطفل ان هو معدته هتهدى. هو الطفل مش محتاج على فكره كجهاز هضمي انه بعد السنه يفضل ياكل طول الليل. هو شبعان، هو لو اتعشى كويس وشبع مش محتاج منك كل ده طول الليل. فانت اعصابك هتهدى، هو هينام احسن، فهيقوم الصبح مفوق ورايق واحسن. طيب انفذ ازاي؟ نمره واحد، انا لازم قبلها بفتره، يعني قبلها باسبوعين 3، مش مره واحده. بلاش والنبي انا صحيت الصبح قررت اغير حياتي في 2023، لا. انا بقالي فتره بمهد للطفل عن طريق ان انا بعشي بالليل اكل كويس. يعني ابني عنده قابليه ياكل. في اطفال ما بتاكلش خالص. طب ده لو ما اتعشاش هتفطميه بالليل ازاي؟ انت نفسك هتبقي ضميرك مأنبك وهو بيعيط، او حاسه من جواكي لا ده يمكن يكون جعان. فلازم شرط اساسي ان انا ابتدي اعوده ان العشاء عشاء، ان العشاء مهم. طيب هو اخد عشاء وانا من جوايا كأم قلب الام حاسس لا هي دي كده شبعت. نمرة 2، ان انا ابتدي الاحظ في ابني ان هو لما بيقلق مش دايما بيجيلي. هو ساعات لما يقلق بالليل يقوم باصص الناحية التانية كده وينام ويكمل. او ساعات لو باباه شايله او جدته شايلاه بينام من غير ما حد يرضعه. طب اشمعنى معايا؟ فاهمة؟ فهو نفسه مؤهل خلاص كمخ ان هو لما الناس تحضنه وتطبطب عليه ينام. هو بس مش متوقع منك انت كده، هو متوقع منك الرضاعة، فعشان كده بيعترض معاكي. فاما الاقي العلامة دي والاقي ان ابني بدأ يتعشى كويس، هعمل ايه بقى؟ انا بحبها بعد السنة عشان الطفل يبقى فاهم شوية معايا، رابط سنة وشهرين، يبقى رابط معايا شوية. اولا سمي الرضاعة باسم، علشان لما تقولي له لا يبقى فاهم انت بتقولي له لا على ايه. وعلى حسب السن، الطفل اللي عنده سنة ده ممكن ما يبقاش فاهم يعني ايه رضاعة، ما يبقاش فاهم، ممكن يبقى فاهم مثلا ان ده هم ماما، او مثلا بتلاقي ليه كلمة لازمة هو بيقولها على الرضاعة منك. إيه فده هو فاهم ان ده من عند ماما، او حركة معينة بنعملها بايدينا تفهم الطفل ان ده من عند ماما. خلاص هو لقط الكلمة، بدأت اقولها في اوقات وعشيت كويس، ابتدي اربط الرضاعة بمكان غير اوضة النوم. هو عارف اننا لما بنحب نرضع بنروح على الكنبة اللي في الصالون على الجنب، او بنروح في حتة معينة عند الليفينج بنرضع. هو ده المكان اللي بنرضع فيه، حتى لو احنا بالنهار، حتى لو احنا بنلعب، حتى لو احنا بنطبخ. هو سنة وكام شهر، يعني هو يقدر ياكل بقية حياته. فلما يبقى بنصعب عليه ان مكان الرضاعة هو مكان معين، فيبقى عنده استعداد ان هو مشغول بيلعب انه ياكل حاجة من الاكل اللي محطوطة قدامه. لان الرضاعة مش في كل مكان، الرضاعة في المكان ده بس. علشان بعد كده ابتدي اقول لا عند الاوضة مفيش هم، عشان نبقى فاهمين ان جوه مفيش هم، في حضن، في نوم، ونحضن ونلعب. في الاول هتضحك على اللي انت بتقوليه، مش هتستوعب اللي انت بتقوليه اصلا. بعد فترة هتحسي انك بتهزري معاها. اليوم اللي انت هتقرري فيه انت خلاص مقررة، خلاص اتوكلي على الله وما تغيريش رأيك. الطفل بيحس جدا من جواكي انت ناوية تكملي ولا لا. لو حس ان هو بالعياط والجذب هتغيري رأيك، اولا مش هيسمع كلامك، ثانيا هو هيتعذب بعد كده اكتر. ليه؟ لانه انت هتفطميه وترجعي ترجعيه وتفطميه وترجعي ترجعيه، فهيعيط ايام كتيره قوي بدل ما يعيط له يومين ويقتنع. فلو سمحتي هتنفذي يبقى هنفذ، ومن جواكي تبقي فاهمه هنفذ ليه. وبلاش تاخدي القرار، اسمعي كلامي انا بلاش تاخدي القرار عشان ليله امبارح كانت ليله قاسيه. عارفه اللي هو بقوم بالليل في وسط الليل اقول لها طب والله ما انا مرضعاكي تاني، حرام عليكي، فاهمه؟ لا، ما تاخديش القرار عشان كده. خدي القرار عشان انتي هاديه عاقله بتفكري ابني خلاص عدى السنه، ابني يقدر ياكل لوحده،
لما انام كويس هقدر افيده بالنهار وافيد البيت وابقى مع جوزي اكتر وابقى مع شغلي اكتر وافيد المجتمع وولادي التانيين اللي بيذاكروا عندهم مدارس اكتر. هو نفسه معدته هترتاح ونومه هيظبط فهيبقى مرتاح اكتر. هو قادر دلوقتي وهو عنده سنة، وعلى فكرة في ناس بتعملها قبل كده بس انا بحب اعملها على السنة. هو قادر دلوقتي وانا فاهمة ان هو قادر والعلامات قدامي انه يقدر يعمل ده. فتوكلي على الله، عشي كويس، ادخلوا الأوضة معاكي حاجتين، معاكي مية خلاص ومعاكي موزة مثلا. أول 3 أيام معلش خدي معاكي أكل. هو الطبيعي إن احنا لما بنفطم بالليل بنقول بلاش أكل، بنقول عود الطفل على المية بس، مش العصير، مش أي مشروبات تانية، عشان ما تبقاش حجة إن احنا كل يوم بالليل بنقوم نشرب عصير أو بنقوم بالليل ناكل. لا خلاص، هو الأكل بالنهار بس، عشان ده طفل متعود إنه يرضع منك بالنهار فالفهم بتاعه بياخد وقته. وفي اطفال تسنين بيخليها ما تاكلش كويس، عامله حسابها ان معدتها بتجوع بالليل. يعني لما بتفطمي فجأة غير لما بتفطمي بالليل، بس هو فاكر معدته لسه متعوده، ذاكره المعده متعوده ان هو كل ساعتين بيدخل له اكل. فما اقدرش اول 3 4 ايام اقطع اكل، لازم اخلي جنبي حاجه سهله. ممكن الحاجه دي تكون توستايه، ممكن الحاجه دي تكون موزايه. كل واحد في بيته عارف ابنه بيميل لايه، بس اختاري حاجه سهله وحاجه ابني بيحبها قوي. انا عارفه ان هو يوم ما هيقفل هياكلها. حطي الحاجتين جنبك، الموزايه والميه، وتوقعي ان ابنك اول يومين او 3 هيقلق كتير. خلاص فهميه على قد فهمه طبعا. وادخلوا الاوضه. رضعي بره بالليل خلاص لغايه ما تعرفي انه فول وانه فعلا كان نومه مرتاح. يعني اقصد يومه كان مرتاح، اخد قيلوله في الميعاد الكويس، بينام في ميعاد ثابت، بقى لي فتره عامله روتين نوم، مش عيان، مفيش ارتجاع. خلاص انا عارفه ان ابني كويس، يومين التسنين الوحشين خلصوا، فانا ابني رضع وهادي ومستعد ينام. واعمليها بدري، ما تعمليهاش لما تحسي ان هو بيزن وبيعيط وقالب الدنيا في البيت، ده معناه ان هو خلاص ميعاد نومه عدى من كتير ومستثار، جسمه بيطلع هرمونات تصحصحه. لا، اعمليها اول ما تحسي انه بدأ يتاوب، يدعك في عينيه، زهقان من اللعب. خديه رضعيه حلو كده مثلا في الصالون وادخلوا الاوضه، قولي له جوه هم ده لا، خلاص حطيه في حضنك وطبطبي عليه ينام. في طفل انت بتبقي حاسه ان استعداده ان هو فعلا هينام لانه خلاص شبعان ومش عايز حاجه النهارده. في طفل بيعيط، طبعا تكوني لابسه حاجه مقفوله والشتا هيساعدك في ده. خبطي طبطبي عليه، هو هيعيط بس هو بيعيط في حضنك. انا بحس ان ده احسن من تدريب النوم اللي فيه عياط وهو مثلا في اوضه تانية او على السرير وانت بعيد، فهو بيعيط في حضنك من غير ما انت تضعفي. اساليه، قولي له عاوز ميه. عند فوق سنه وشهرين والكلام ده بيبقى فاهم يعني ايه عاوز ميه، وبيقول اه وبيقول لا. شربيه ميه. ساعات بتبقى بس احساس ان انا لازم يبقى بقي مليان ميه قبل ما انام. شربيه ميه. تحب تاكل موزه؟ اوكي، قالك اه اديله ما فيهاش حاجه، قالك لا خلاص سيبيه بقى يعيط في حضنك لغايه ما يفهم انه هيقدر ينام. نام. هيصحالك بعد فتره. الفتره دي في الاول مثلا بتكون بعد ساعتين، تاني يوم بتلاقيه نام 3 ساعات، رابع يوم بتلاقيه خبط له 5 ساعات. بتنبسطي جدا لدرجه ان انت اللي بتقلقي تبصي له كده تلاقيه لسه نايم وتنامي تاني، متبقيش مصدقه نفسك انه اخيرا هتحصل. الامهات اللي فاطمه طفل كبير حاسه بيا، فاهمه قصدي. تعملي ايه؟ اديله حاجه. اديله، هو لو قلق هتعملي ايه؟ هتديله حاجه. ميه. هيقول لك ماما عايز مثلا رضاعه هم بتاع، على حسب الكلمه اللي بيقولها قولي له لا مفيش ده، في نوم، في حضن، نطبطب وتستحملي العياط. اول يوم ممكن تلفي لفه بيه وانت شايلاه لان لسه هو في الصدمه. عايز ياكل اوكي، اسمحي بالاكل اول 3 ايام مثلا لغايه ما هو نفسه معدته هتتعود انه ما بقاش ياخد حاجه بالليل. ميه، الميه هتفضل معاكي على فكره، هتفضلي لك مثلا بتاع شهرين بعد الفطام الليلي شايله ميه على الكومودينو احتياطي عشان لو صحي تديله ميه ويتقبل. اهم حاجه انت من جواكي تبقي مقتنعه انه هيقبل. لو انا بقول لكم انا مع بنتي الاولانيه ما كنتش مصدقه فما عملتهاش، فطمت الاول بالنهار لغايه التدريجي ما خلص ودخلت بالليل. لما شفتها بنتي الاولانيه واقتنعت انه يا جماعه بينفع يناموا من غير الرضاعه بعد السنه، بقيت اعملها وانا من جوايا فاهمه انا مش باذيه، انا مش بضره، هو هينام، هي هتريح نفسها. حتى نومها بقى اتقل، بقيت اعرف افتح نور المطبخ مثلا اجيب حاجه من المطبخ او اشيل الاكل في التلاجة من غير ما ابقى عارفه ان هي هتصحى. واحده واحده وبالصبر.
انا هحاول اعمله فيديو اقصر، هحفظ اللايف ده عشان تشوفيه من اوله، لان مهم قوي الشروط، مش اي حد يقدر يعمل فطام ليلي. ربنا يبارك في الولاد ويقويكم. ومعلش انا اسفه، انا قلت لكم من اول لايف اني مش هقدر اعمل اي اسئله. لازم اجيب الولاد، فانزل اجيبهم. فبس ربنا يقويكم يا رب يا رب يا رب. واستنوا. على فكره في نظام غذائي نزل من السنه للناس اللي عايزه، نزل على اليوتيوب. في كل التفاصيل بعد السنة، والتطعيمات اللي لازم تديها بعد السنة، وأهم التحاليل وفيتامينات الولاد، كل حاجة بعد السنة هتلاقيها إن شاء الله، مع نظام غذائي بأفكار للأكل ورفض الأكل والكلام ده. أشوفكم على خير دايما. دمتم حلوين وحنينين وجدعان، وقايمين مع الولاد.